فيلمنا النهاردة بيحكي عن ضابط في المخابرات بتتقتل مراته قدام عينيه، ومن اللحظة دي بيبدأ الضابط ده رحلته للانتقام. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل معاه. بيبدأ فيلمنا بمدينة حلب السورية، وبنشوف العميل رايتر وده رئيس قطاع في الاستخبارات المركزية الأمريكية. وبيبقى رايتر طلب فرقة من الجيش الأمريكي علشان يقدر يحرر دبلوماسي أمريكي من الجيش السوري، وفعلا الفرقة دي بتهجم على مكان احتجاز الرهينة، بس بيتفاجئوا إن الخاطفين روس، وبيبقى المكان مليان بالجنود الروس، وبيدخلوا مع الفرقة دي في قتال عنيف جدا، وبيقدروا إنهم يقتلوا عدد كبير من الجنود الأمريكان. بس بتقدر رئيسة العمليات العسكرية واسمها كارين، هي والمساعد بتاعها اسمه جون، انهم يخلصوا على كل الجنود الروس وينقذوا الرهينة ويخرجوا من المكان. واما بيشوف جون كيلي رايتر بيتخانق معاه، وده لانه كدب عليهم، بس كارين بتفصلهم عن بعض وبتقول اللي حصل حصل خلاص. وبتمر 3 شهور بعد العملية دي، وبنشوف جون كيلي هو ومراته وهما في بيت اخوه، وبيقعدوا يتكلموا يهزروا مع بعض. وبيعرف جون اخوه انه هيقدم استقالته من الجيش بمجرد ان مراته تولد، وده لانه عايز يعيش حياة هادية. لكن اخوه بينصحه انه ما يعملش كده لانه داخل على مصاريف كتير جدا وهيحتاج لكل قرش، بس جون بيبقى مصمم على رأيه. في نفس الوقت بنشوف زميل جون اللي كان معاه في سوريا وهو خارج من بيته علشان يحط الزبالة، وفجأة بتظهر عربية وتخبطه وبتدوس على دماغه، واول ما بيقع على الارض بيموت. وبيبقى زميلهم التالت راكب عربيته في الشارع، وفجأة بتظهر عربية وبتقف قدامه، وبينزل منها شخص مقنع وبيضرب عليه نار لحد ما بيقتله. وبنرجع تاني لجون وبنشوفه وهو قاعد يهزر مع مراته، وبعدها بينزل يقعد على الكنبة وبيسمع اغاني، ويتفاجئ ان النور قطع في بيته، فبيقلع السماعة وبينزل على البدرون عشان يجيب سلاح وكشاف صغير علشان ينور بيه. وفي نفس الوقت بيبقى في شخصين مقنعين واقفين في اوضة مراته وبيخلصوا عليها باستخدام مسدساتهم. ولما بيطلع جون فوق بيلاقيهم قدامه، فبيخلص على واحد منهم، اما التاني بيقدروا انهم يسيبوا بعض وبيقعوا على الارض بيبقوا مش قادرين يتحركوا. وحاول الشخص التاني انه يخلص عليه بس مش بيبقى معاه ذخيرة، فبيكشف وشه وبيقوم بصعوبة وبيهرب من البيت بأسرع وقت قبل ما جون يمسك سلاحه ويخلص عليه. اما جون بيزحف عشان يدخل يشوف مراته، لكن اما بيدخل الأوضة بيلاقيها ميتة وبينهار وبيغمى عليه، وبيتم نقل جون للمستشفى وبيبقى متصاب إصابات شديدة جدا، بس بيبقى عايش وبيقدروا الدكاترة انهم يعالجوه. وبنروح لمقر الاستخبارات المركزية وبنشوف رايتر وهو بيقول للجنرالات ان الهجوم اللي حصل على جون كيلي وزمايله غير معروف لحد دلوقتي مين اللي وراه، وكمان في احتمال ضعيف ان جون يطلع عايش، وده لان اصابته خطيرة جدا. بيكمل كلامه وبيقول ان جون واللي معاه ممكن يكونوا متورطين مع عصابة تهريب مخدرات او سلاح، عشان كده بيطلب الاذن من الجنرالات انهم يفتحوا تحقيق مع جون كيلي اول لما يطلع من المستشفى. وطبعا لما بتعرف كارين الكلام اللي قاله رايتر على رجالتها بتتعصب جدا وبتروح تتخانق معاه، وبتقول له انا شاكه ان انت اللي ورا قتل رجالتي. فبيرد عليها رايتر وبيقول لها لو عندك دليل واحد بس يثبت اني فاسد قدميه وهم هيتصرفوا معايا، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بتروح كارين المستشفى علشان تطمن على جون، فبيسألها جون عن مراته وبنته، فبتقوله انهم ماتوا. فبيعيط جون وبيحلف انه هيرجع حقهم لما يخرج من المستشفى. وتاني يوم بيتم انتداب كارين في وزارة الدفاع، بيسألها الوزير عن جون، فبتقوله انه شخصية نضيفة ومش فاسد، فبيطلب منها انها تتحرى عنه لان العميل رايتر قلب الدنيا ومقدم طلب وقوف جون عن العمل وتحويله للتحقيق. بتمر الايام وبيبدأ جون يستعيد صحته، كمان بيبدأ في جلسات العلاج الطبيعي علشان يرجع زي الاول. وفي نفس الوقت بتبقى كارين جمعت كل المعلومات عن المجموعة اللي هجمت جون، وبعدها بتعمل اجتماع مع الوزير ورايتر وبتعرفوا ان رجالتها مش فاسدين، وبتقدم الملفات اللي تثبت براءتها لرايتر وبتطلب منه انه يقرأها. ولما بيقراها رايتر بيعرف ان اللي ورا عملية التصفية دي هي المخابرات الروسية، وبيلاقي اسماء اللي قتلهم جون موجودة في الملفات. لكن الشخص اللي هرب من بيت جون وهو مصاب مش بيلاقي عنه اي معلومات، فبيقول لها رايتر ان الاستخبارات المركزية قررت انها تقفل القضية لانها عرفت من قبلها ان المخابرات الروسية هي اللي ورا عملية التصفية دي علشان تنتقم لرجالتها اللي اتقتلوا في سوريا. فبيوافق وزير الدفاع على كلامه وبيقول له احسن حاجة عملتوها لانه مش هينفع نستفز روسيا في الوقت الحالي. فبتتعصب كارين من الكلام ده وبتروح لجون المستشفى وبتديله نسخة من الملفات
وبتقوله لو عايز تاخد حقك يبقى لازم تعرف ان اندريا هو ده، وده بيبقى ضابط في المخابرات الروسية سابقا، هو اللي رتب دخول المجموعة اللي قتلت زمايلك ومراتك لامريكا، وبتطلب منه انه ما يعملش حاجة غير لما يرجع لها الاول، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبالليل بيروح جون للبيت بتاعه وبيطلع الاسلحة اللي كان مخبيها في الحمام، وبعدها بيروح قدام السفارة الروسية وبيعمل نفسه انه مسطول، وبمجرد اما العربية بتاعت اندريا بتتحرك بيمشي وراها، وقدام المطار بالظبط بيخبطوا بالعربية بتاعته، وبعدها بيرمي بنزين على العربية وبيولع فيها، وبعدها بيدخل العربية وهي بتولع وبيقعد يستجوب في اندريا، بس اندريا بتبقى دماغه ناشفة شوية عشان كده بيضربه رصاصة في رجله، وبيترعب اندريا وبيقول له ان اللي قتل مراتك اسمه فيكتور، وبمجرد ان اندريا بيقول له عليه فبيخلص عليه وبيخرج يسلم نفسه للشرطة. واما بيعرف رايتر ان جون قتل اندريا بيتعصب جدا وبيروح يشتكي للوزير، وبيقول له ان اللي حصل ده ممكن يعمل ازمة دبلوماسية. بيقول له الوزير مالكش دعوة انت، وانا هعرف اتصرف في الموضوع ده. وفي نفس الوقت كارين بتروح تزور جون في السجن وبتقول له اني اقدم طلب بعرضك على دكتور نفسي لانك انت بعد موت مراتك وانت مش متزن نفسيا. فبيرد عليها جون وبيقول لها انا مش مجنون، انا واحد قضيت نص عمري وانا بحارب في العراق وافغانستان وسوريا، عملت كل حاجة ونفذت كل الاوامر اللي انطلبت مني، بس يا ريتني ما عملت كل ده لاني اكتشفت ان الحكومة بتاعتنا ما بتسوقهاش الا على الدول الضعيفة بس، انما الدول القوية زي روسيا والصين بتخاف تقرب منها. انا قررت اني مش هستسلم وهحارب بكل قوتي علشان اخد حق مراتي وابني اللي ماتوا، وانا مش هسمع كلام اي حد تاني. وبعدها بيطلب منها انها تخرجه من السجن لانه عنده معلومات مهمة جدا عايز يبلغها للوزير. وبعدها بيجي الحارس ينقله للزنزانة، وبيطلب الحارس من جون انه يبص ناحية الحيطة وايده ورا ظهره علشان هيخرج من الاوضة، فبيطلب منه جون انه يعرف المكان اللي رايح ليه، لكن بيرفض الحارس وبيقول له مالكش دعوة. فبيرد عليه جون وبيقول له طيب انا مش هخرج من الزنزانة غير اما اعرف انا رايح فين. فبيتعصب الحارس وبيروح يندع على مجموعة من الحراس علشان ياخدوه بالعافية معاهم. بيبقى جون قلع التيشيرت بتاعه ويحطه في قلب الحوض علشان المية تخرج منه وتغرق الارض وتمنعهم من الحركة في الزنزانة. فجأة بيقتحم مجموعة من الحراس الزنزانة علشان ياخدوا جون معاهم بالعافية، بس جون بيدخل معاهم في معركة شرسة وبيقدر انه ينتصر عليهم كلهم، وكمان بيمسك واحد من رقبته وبيخنقه وبيهدد بقتل الحارس لو حد اقتحم الزنزانة تاني. فبيخاف كل الحراس اللي في السجن وبيقفلوا الباب عليه وبيطلبوا الدعم من الجيش. وفعلا بيجي المارشال كيفن وبيديله الموبايل وبيقوله ان كارين عايزة تكلمك، فبياخد منه الموبايل وبيلاقي فعلا كارين بتكلمه وبتقوله انك هتخرج من السجن دلوقتي مع المارشال كيفن، يا ريت ما تعملش اي قلق معاه. وفعلا بيستسلم جون للمارشال وبيخرج معاه من السجن، وبيروحوا هما الاتنين لمصنع تابع للبنتاجون، وهناك بيقابل وزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية ورايتر وكارين، وبيسألوا الوزير عن المعلومات اللي عنده، فبيقول لهم ان فيكتور هو اللي قتل مراته وزمايله. فبتقول له مديرة الاستخبارات المركزية ان فيكتور مات، وبيقول رايتر ان فيكتور ده كان ضابط في المخابرات الروسية، كان شخصية خطيرة جدا، وكان المخطط والمنفذ لعمليات كتيرة حصلت على الارض الامريكية لانهم في الاخر قدروا يقتلوا في بيلاروسيا من 3 سنين. فبيرد عليه جون وبيقول له ان فيكتور لسه عايش وكان في بيتي يوم الحادثة. فبيتعصب رايتر وبيعرض مجموعة صور لاشخاص روس وبيطلب من جون انه يتعرف على فيكتور، وطبعا جون كان اخر مرة شايفه في بيته فقدر بسهولة يتعرف عليه. وفي اللحظة دي بيتصدم الكل لان ده معناه ان فيكتور لسه عايش فعلا وان جون ما كانش بيكذب. فبيؤمر الوزير كارين بتشكيل فرقة عسكرية عشان تحدد مكان فيكتور وتقبض عليه في اسرع وقت. فبيقول جون للوزير ان العملية دي مش هتتعمل غير وهو فيها. كارين اعترضت وقالت ان جون غير متزن نفسيا عشان يعمل عملية خطيرة زي دي، لكن الوزير وافق على طلب جون وقال له ان بمجرد ان العملية تخلص هترجع للسجن مرة تانية. وبتمر الايام وبتقدر كارين تجمع فريق محترم وبتحدد مكان فيكتور، وبيروح الفريق ده المطار لابيس في المانيا علشان يضللوا المخابرات الروسية. وبيبلغ رايتر كارين وجون انهم هيقابلهم في روسيا، وبعدها بتركب كارين والفرقة بتاعتها في الطيارة وبينطلقوا لروسيا. وبيوصل الطيار للمجال الجوي الروسي وبيطلب منهم الطيار الاستعداد للقفز من الطيارة،
الطيارة، بس قبل ما يقفزوا بيتفاجئوا بظهور طيارة حربية روسية وبتطلب منهم الطيارة الابتعاد عن المجال الجوي الروسي. ولما بيحاول الطيار يتكلم معاهم بيتفاجئ ان الطيارة بتضرب عليهم صاروخ، وبيسيب الصاروخ ده جناح الطيارة، فبيطلب منهم الطيار ربط أحزمة الأمان علشان هيضطر انه ينزل بيهم في البحر. وبعد ما يبقى بيهم في البحر بياخدوا جون الأسلحة والمعدات بتاعة الفريق. اما بقية افراد الفريق بيطلعوا من الطيارة بسرعة قبل ما تغرق في المية، وبعدها بتنفخ كارين مركب الانقاذ وبيركبوا كلهم عليه وبينطلقوا في المية. وبعدها بيوصلوا اوضة العمليات اللي المفروض هيقابلوا فيها رايتر. وقتها بيقول جون لكارين ان في خاين معاهم في الفريق، وبيبقى الكل شاكك في رايتر لانه مركبش معاهم الطيارة، وعشان كده اول ما بيشوف رايتر بيرفع الاسلحة في وشه وبيهدده بالقتل. وبعد التحقيق معاه بيتأكد جون ان رايتر مش خاين، وانه اجر 2 روس علشان يعرفوا مكان فيكتور. فبيحس جون بالذنب لانه شك فيه. وبعد كده بيركبوا كلهم العربية مع بعض وبيوصلوا المكان اللي قاعد فيه فيكتور، وبيبقى فيه بوابة حديد على الدور اللي فيه شقة فيكتور. فبيدخل جون الاول وبيقفل الباب ده لانه بيبقى عايز ينتقم من فيكتور لوحده. ولما بيدخل الشقة بيلاقي فيكتور هناك، واول ما فيكتور بيشوفه بيقول له فيكتور انا مجرد بيضاقين بنخدم نفس الملك، وعلى فكرة انا عميل للاستخبارات الامريكية، يعني احنا الاتنين زمايل. وبعد كده بيقعد على الكرسي وبيلاحظ جون انه لابس حزام ناسف، وقبل ما بيضغط فيكتور على الزرار بتاع الحزام بيقول له احنا الاتنين المفروض نموت، ودي التعليمات اللي خدتها من وزارة الدفاع. وبعدها بيفجر فيكتور نفسه. في اللحظة دي بتقدر كارين وباقي الفريق انهم يفتحوا الباب الحديد، وبتدخل الشقة بتلاقي جون واقع على الارض. ولما بتسأله على اللي بيحصل بيقول لها الوزير بعتهم هنا علشان يموتوا. وفجأة بيبدأ 2 من القناصة بالضرب عليهم، وبيقدروا انهم يوقعوا واحد من الفريق. وبيحاول جون واللي معاه انهم يخلصوا على القناصة دول، بس مش بيعرفوا. وفي نفس الوقت بتوصل عربية بوليس للمكان، والمفاجأة ان القناصة بيخلصوا على الضباط اللي فيها. فبتترعب كارين وبتقول احنا كده هنموت. فبيرد عليها جون وبيقول لها ان اللي بيحصل معاهم من البداية كانت عملية مدبرة علشان الحرب تقوم ما بين روسيا وامريكا. وبيطلب من الفريق انهم يشتتوا القناصة لحد ما يخرجوا من المبنى. وفعلا بيقدر جون واللي معاه انهم يخرجوا من المبنى ده، وبعد ما بيقتلوا القناصين. بس للاسف بتكون عربيات الشرطة وصلت باعداد ضخمة، وعشان كده بيقرر جون انه يضحي بنفسه وانه يشتت الشرطة عشان بقية الفريق يقدر يهرب. وبيطلع جون فوق سطح المبنى وبيفضل يرمي على عربيات الشرطة قنابل، وكمان بيضرب عليهم نار. وبيقدر جون انه يخلص على عدد كبير من الشرطة. اما كارين وباقي الفريق فبيقدروا انهم يهربوا من المكان مستغلين الفوضى اللي حصلت. وبيتفاجئ جون ان الشرطة طلعت فوق سطح المبنى وبدأت تضرب عليه نار، فبيرمي نفسه للدور الاخير اللي في المبنى. وبعدها بيبدأ يقتل في كل الجنود اللي بيقابلهم. بعدها بيرمي كل القنابل اللي معاه وبيفجرهم كلهم في ثواني، وبيتحول المبنى لإنقاذ. وبعد كده بياخد لبس واحد من الجنود وبيركب اول عربية بتقابله وبيهرب من المكان. بعدها بيوصل جون للمكان اللي هيتجمع فيه مع الفريق، وبتشوفه كارين وهو متصاب ومش قادر يتحرك، فبتشيله وبتركبه السفينة اللي المفروض هيهربوا بيها من الأراضي الروسية. وبعد كده بيقعد يتكلم مع رايتر وكارين وبيقول لهم ان الوزير هي اللي ورا كل البلاوي اللي حصلت معاهم دي. فبيقول لها رايتر احنا هنزور موتك عشان نتأكد ان الوزيرة هي اللي عاملاها، وكمان علشان تهرب من الحبس والبهدلة في السجن. فبيعتذر له جون على عدم ثقته فيه، وبيقول له ان غلطة عمري اني شكيت فيك. فبيقول له رايتر ان عندك في السفينة شنطة مليانة فلوس علشان تقدر تبدأ بيها حياة جديدة، وكمان هديلك جواز سفر باسم مستعار. فبيفرح جون وبيشكره. وبعد كده بنشوف الوزير وهو قاعد في مطعم، واول لما بيدخل الحمام بيظهر له جون وبيخنقه لحد ما بيغمى عليه. وبعدها بياخده معاه في العربية وبيبدأ يستجوب فيه وبيهدده انه لو ما قالش كل حاجة يعرفها هيروح على بيته ويقتل عيلته كلها. فبيخاف الوزير وبيقول له ان البلد في وقتنا الحالي متقسمة لفرق واحزاب، وان المفروض بيبقى في عدو واحد قوي عشان الاحزاب دي كلها تتوحد. وبيكمل كلامه وبيقول له ان امريكا ما كانتش هتحارب روسيا بطريقة مباشرة، لا ده كانت هتخلي بعض الدول الاوروبية هي اللي تحارب الاول وتبدأ تبعت لهم الاسلحة والاغذية، وطبعا هتزيد ثروة ونفوذ امريكا من الحوار ده. وبعد ما تضعف روسيا هتدخل امريكا الحرب وتهزم روسيا وتاخد هي المجد كله لنفسها. فبيستغرب جون من الخطة الغريبة دي. فبيقول له الوزير ان الخطة دي اللي استعملتها امريكا في الحرب العالمية الاولى والثانية وكل حروبها تقريبا. في اللحظة دي بيتعصب جون وبيقول له جون انه اغرب خنزير هو شافه في حياته. بعدها بينط بالعربية في المية ومش بيخرج منها غير لما يتأكد ان الوزير مات. وبعد كده بيتم عمل جنازة مزورة لجون
جون، وبتحضر كارين الجنازة دي، وبعدها بتروح توصل جون للمطار وبتديله جواز سفره الجديد، وبتطلب منه انه يبدأ حياة جديدة بعيدا عن المشاكل. في نفس الوقت بيبقى رايتر بيسمع رئيس المخابرات التسجيل بتاع وزير الدفاع، هو بيعترف بخطته كلها وبيطلب من رئيس المخابرات انه يستخدم التسجيل ده في كشف فساد الوزير. وبعد فترة بيروح جون لرايتر وبيعرض عليه فكرة انشاء فرقة عسكرية جديدة، وبتبقى الفرقة متعددة الجنسيات وبتبقى هدفها محاربة الإرهاب الدولي والفساد. وبيطلب من رايتر إنه يعرض الفكرة دي على رئيسه شخصيا، وفعلا بيعجب رايتر بالفكرة جدا وبيقول له اعتبر نفسك أخدت الموافقة على إنشاء الفرقة دي. ويخلص فيلمنا على كده. وفي النهاية لو عجبك فيلمنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نار. أشوفكم الحلقة الجاية.